بس كان في حاجة مهمة في المباراة محدش خد باله منها ولا حد اتكلم عليها. تعالوا كده نشوف مع بعض يعني لقطة غريبة جدا في مباراة الأهلي والزمالك. الغريب إن مفيش حد من الإعلام اتكلم عليها. نشوف كده مع بعض. لا لا، مش دي، شيل دي. ما بتكلمش على حسين الشحات. حسين الشحات كل اتكلم عليها وقال عنه متنمر، بس لسه الإعلام بتاعنا ما جابش سيرته. أنا بتكلم على لقطة تانية أغرب من لقطة حسين الشحات. الكل علق في حسين الشحات ونسي كوكا عمل ايه مع برضه خوان بزيرة. تعالوا كده نشوف احمد كوكا عمل ايه مع خوان بزيرة في لقطة كانت مهمة جدا، وكان ممكن الزمالك يسجل بيها هدف مهم جدا. شوف كده مع بعض. زي ما حضراتكم كده شايفين يعني كوكا رايح بيمسك خوان بزيرة من قفاه وبيكمره كده من قفاه قوي، كأن مخبر رايح بيمسك حرامي. ليه؟ ده اللاعب رايح بياخد الكورة والكورة معاه اصلا. طب عارفين الكورة دي كانت امتى؟ الكورة دي لحظة اصابة عمر جابر. لحظة اصابة عمر جابر الكورة كانت وصلت لمحمد صبحي. محمد صبحي لعب الكورة بسرعة، خوان بزيرة خد الكورة ورايح انفراد، وبعد ما وصل لل 18 الحكم صفر، وقف اللعب عشان يطمن على عمر جابر. يعني الحكم صفر واللعب وقف. يعني الكورة مش هتفرق طلعت بره، في حد ماسكها محدش ماسكها، الكلام ده كله مش هيفرق. اخوان بزيرة راح بيمسك الكورة زي ما حضراتكم شايفين. احمد كوكا رايح يتخانق معاه وبيشده بشكل يعني غير لائق بلاعيبة كرة قدم. يعني بيعمل منظر زي ده في لاعب كل ذنبه ان هو واخد الكورة وماشي بيها. الكورة لو انت خدتها ايه اللي هتستفاده؟ كده كده الحكم موقف اللعب عشان يطمن على اللاعب. يعني لقطة زي دي مش هتلاقي حد يعلق عليها، بس هم خدوا بالهم من لقطة حسين الشحات وبرضه معلقوش عليها لحد دلوقتي. يا ترى بقى ممكن نشوف اتحاد الكورة عندنا او رابطة الأندية بتنزل عقوبة على حسين الشحات بعد اللي عمله مع اخوان بزيرة؟ هل هنشوف عقوبة تتطبق على كوكا بعد اللي عمله مع اخوان بزيرة، ولا لا حياة لمن تنادي؟ اللعيبة دي متحصنة. انا الفكرة اللي عندي ان رابطة الاندية واتحاد الكورة، حسين الشحات لما بيغلط في اي لاعب اللاعب التاني بيتوقف 3 مباريات وبيدفع 100,000 جنيه. الكلام ده حصل مع شيكابالا وحصل مع الشيبي.